بيبسي مجرد مشروب صودا، ليفايس مجرد بنطلون جينز، الايفون مجرد سمارت فون. يا ترى ايه اللي بيخلي الناس دايما بتفضل تشتري البراندات دي تحديدا دونا عن غيرها؟ كل علماء الاقتصاد دايما عندهم تساؤل مش بيعرفوا يجاوبوا عليه: ازاي اي مستهلك عقلاني مستعد يدفع فلوس اكتر لنفس المنتج بالظبط؟ الخناقة اللي دايرة ما بين كل البراندات على الجمهور بتأكد ان في عامل مهم في الاختيار ملوش اي علاقة بالمنطق. احنا كبشر بنحب دايما نعتبر انفسنا مخلوقات عقلانية، ولكن الحقيقة مش كده. كل المعلنين والمتخصصين في التسويق فاهمين كويس جدا السر اللي هنتكلم عنه النهاردة، وهو ان الحقائق ملهاش نفس التأثير القوي للمشاعر. كل ما زادت حدة المشاعر والعاطفة كل ما قل التفكير النقدي وأصبح أقل موضوعية. سايمون سينك عنده مقولة مشهورة جدا بيقول فيها: الناس مش بتشتري ايه اللي انت بتعمله، ولكنهم بيشتروا السبب ورا اللي انت بتعمله. وده نفس السبب اللي بيخلي المعلنين مركزين على الستوري تيلينج أو رواية القصص الواقعية أو حتى الخيالية وهم بيصنعوا الإعلانات للبراندات الكبيرة. ده نفس اللي بتعمله نايكي طول عمرها في إعلاناتها، وهي بتعمل إعلاناتها بتحكي فيها قصص ملهمة للأبطال الرياضيين، قصص ملهاش علاقة مباشرة بالمنتجات بتاعتها. في حلقة النهاردة هنحاول نفهم التأثير السحري للبراندات واللي بيخلينا كمستهلكين نفضل علامة تجارية معينة على غيرها. مش بس كده، ده احنا حرفيا بنكون مستعدين ندفع اكتر علشان ناخد نفس الحاجة لمجرد ان الحاجة اللي بندفع فيها اكتر من براند معين. انا احمد صقر وده برنامج The Digital Talk. في دراسة أجرتها جامعة ديوك في ولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، جابت جمهورين مختلفين ومنفصلين بشكل عشوائي، وعرضت على كل جمهور منهم لوجو واحد لواحدة من أكبر شركات صناعة التكنولوجيا في العالم. الجمهور الأول اتعرض عليه لوجو شركة أبل، والجمهور الثاني اتعرض عليه لوجو شركة IBM. الدراسة دي أظهرت التالي: إن المجموعة الأولى اللي اتعرض عليهم لوجو شركة أبل مقارنة بالمجموعة الثانية اللي اتعرض عليهم لوجو شركة IBM أظهروا قدرات إبداعية أعلى بكتير في كل المهام اللي بتتطلب الابتكار واللي اتطلبت منهم كجزء من التجربة في الدراسة. والتفسير المنطقي الوحيد للنتيجة الغير مفهومة دي هي إن شركة أبل طول عمرها بتحكي نفس القصة مرات ومرات ومرات، إن أبل هي الاختيار الخاص بالمبدعين والفنانين والناس المختلفين عن باقي البشر. وهو ده التأثير السحري للبراندات أو العلامات التجارية. القوة السحرية للبراندات ليها تأثير مباشر على سلوكنا كبشر تجاه الماديات بطرق تتخطى قوة المنطق العقلي اللي من المفترض إنه يكون صاحب القول الفصل والمهيمن على النوع ده من الاختيارات. والسؤال هنا: يا ترى ازاي البراندات ليها كل التأثير المهيمن ده على حياتنا واختياراتنا اليومية لكل حاجة بنشتريها، واللي من المفترض اننا بنختارها ونشتريها على اساس عقلاني؟ لما بنكون قدام اختيارات متعددة بين براندات مختلفة، اختياراتنا عادة بتكون عبارة عن تعبير مباشر عن هويتنا الشخصية. لما بنلبس تيشيرت معين أو جزمة رياضية أو نشيل تليفون معين، بنبقى عايزين نبعت رسالة معبرة عن شخصياتنا للعالم الخارجي. لما بتختار تلبس تيشيرت عليه شعار نايكي أو أديداس وانت خارج خروجة مع صحابك، فانت بتحاول تعبر عن ارتباطك بالرياضة بصورة من الصور. لما بتختار انك تشيل ايفون بدل من سامسونج، فانت بتحاول برضو انك تعبر عن شيء اخر مرتبط بالاعتمادية في العمل والحرص على الكفاءة في الاداء الوظيفي والتأمين ضد اي مخاطر. ومجرد ما بتعمل الاختيار ده، علاقتك بالبراند او العلامة التجارية بتزداد عمق للدرجة اللي بتوصلك لمرحلة من مراحل التوحد ما بين ما يمثله البراند ده من قيم وما بين شخصيتك. في الاخر كده هتلاقي نفسك بتقول ان البراند الفلاني ده بيعبر عن شخصيتي، وبالتالي البراند اللي انت بتختاره علاقتك بيه بتتحول الى علاقة شخصية. ومع بداية العلاقة دي، قيم البراند اللي انت اخترته بتبدأ تشكل جزء من سلوكك وتصرفاتك الشخصية.
والموضوع ممكن يوصل لدرجة انك ممكن ما تستحملش ان حد ينتقد البراند اللي انت بتفضله او حتى يتكلم عنه بشكل سلبي. والسبب ببساطة لانك بتعتبر البراند ده جزء معبر او مكمل لشخصيتك، وبالتالي اي هجوم عليه بيخليك تعتبره وكأنه هجوم شخصي عليك. بروفيسور مايكل بلات المتخصص في علم الأعصاب والتسويق وعلم النفس عمل مجموعة من الأبحاث بهدف فهم العلاقة البشرية بالبراندات وتأثير العلاقة دي على قراراتنا. في نظرية في التسويق بتقول إننا بنرتبط بالبراندات بنفس الطريقة اللي بنرتبط بيها مع البشر، وده بنلاحظه في المفردات اللي بنقولها لبعض. أنا اللي بحب البراند ده وبكره البراند ده. معلش، يعني إيه اللي جاب سيرة مشاعر الحب أو الكره في علاقتك بشيء مادي هتستعمله لفترة وبعدين ممكن ترميه أو تتخلص منه؟ وبما إننا مش بالضرورة كل اللي بنقوله بيكون معبر عن حقيقة اللي بيدور جوه عقولنا، البروفيسور بلات والفريق البحثي اللي معاه أجروا مجموعة من التجارب على العقل البشري لمجموعتين من الناس باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي MRI. مجموعة بتستخدم تليفونات آيفون من شركة أبل، والمجموعة التانية بتستخدم تليفونات سامسونج. والتجربة دي كانت بتحاول تقرأ إشارات المخ لكل مستخدم لما بيسمع مجموعة من الأخبار الكويسة أو الأخبار الوحشة عن الشركتين أبل أو سامسونج. النتائج كانت كالتالي: أصحاب التليفونات الأبل عقولهم ادت إشارات تدل على التعاطف تجاه الأخبار الخاصة بشركة أبل بنفس الطريقة اللي بيتعامل بيها العقل البشري لما بيسمع خبر حلو أو وحش عن حد من أفراد العيلة مثلا. والغريب بقى إن عقول أصحاب التليفونات السامسونج ما ادتش أي إشارات لا سلبية ولا إيجابية تجاه الأخبار اللي سمعوها أثناء التجربة عن شركة سامسونج، إنما الإشارات الوحيدة اللي ظهرت عليهم كانت بتعبر عن تعاطف سلبي ومضاد لما كانوا بيسمعوا عن أخبار شركة أبل. بمعنى إنهم لما كانوا بيسمعوا خبر سيء عن أبل مخهم كان بيبعت إشارات إيجابية، والعكس كمان مخهم كان بيبعت إشارات سلبية لما كانوا بيسمعوا خبر إيجابي عن أبل. والنتيجة النهائية بتقول إن أبل نجحت تماما إنها تشكل السوق والنظرة العامة ليها ولما تمثله بشكل سحري قدر يوصل لكيان كل المستخدمين من المحبين للبراند بتاعها، بينما مستخدمين أجهزة سامسونج تقريبا كده ما عندهمش أي سبب يخليهم يشتروا تليفونات سامسونج غير إن هم بيكرهوا شركة أبل. غالبيتنا كبشر لسه لازلنا مش مدركين إن طول الوقت بنختار البراندات بناء على القيم والخصائص والصفات اللي البراندات دي بتعبر بيها عن نفسها، واللي بالضرورة لازم تكون متوافقة ومتلائمة مع شخصياتنا بالظبط بنفس الطريقة اللي بنختار بيها أصدقائنا أو الناس اللي بنرتبط بيهم عاطفيا. طبعا حجم التأثير القوي اللي بيأثر على اختياراتنا الشخصية من البراندات لازم يخلينا نقف شوية مع أنفسنا ونعيد التفكير في اللقطة دي. احنا كمستهلكين لقينا نفسينا مرتبطين عاطفيا بمجموعة من البراندات او العلامات التجارية بطريقة غير عقلانية. يا ترى ايه العمل علشان اختياراتنا ترجع للمنطق والعقلانية الواجب توافرها؟ متهيالي احسن حاجة نقدر نعملها هو اننا نكون فقط مدركين للتأثير النفسي والعاطفي الكبير اللي بيتزرع جوه عقولنا كل يوم من قبل البراندات دي. وانا هنا مش بقولك تحب ايه او تكره ايه، ولكن المعنى اللي عايز اوصله لك خليك بس مدرك للتأثير القوي ده عليك وعلى اختياراتك وقرارات الشراء اللي بتعملها. مفيش مانع توقف نفسك للحظة وتسأل نفسك السؤال البديهي والمنطقي: وانا اساسا بشتري المنتج ده ليه؟ وسواء حبيت الموضوع او رفضته، ده مش هيوقف البراندات ان هي تفضل دايما تحاول تستقطب الجمهور بتاعها علشان يكون عندها اكبر قاعدة قدام المنافسين. خلينا بس فاكرين اننا في النهاية بحكم اننا مجرد بشر على طول عندنا احتياج فطري للانتماء، سواء الانتماء للعيلة او القبيلة او المجتمع او حتى الانتماء للأندية الرياضية او اي شيء تاني. دلوقتي البراندات أصبحت معبرة عن نوع جديد من الانتماءات البشرية اللي بتشكل شخصياتنا وهويتنا، وبالتالي أنا مش مع رفض المفهوم ده بشكل كامل، ولكن أنا شايف إننا لازم نتقبله بشرط الإدراك الكامل لتأثيره السحري علينا علشان نحمي نفسينا من أي قرارات غير عقلانية الكسبان الوحيد فيها هم البراندات وإحنا مجرد رقم بيزود أرباحه. بس كده، نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.